السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة اللي فاتت اتعلمنا ان الكمبيوتر يقدر يتوقع رقم زي سعر بيت او حمل شبكة كهربائية، لكن لو المطلوب مش رقم، ولو المطلوب ان نختار ما بين كلمتين، هنا بنستخدم نوع تاني اسمه classification. والفرق ما بين الريجريشن والكلاسيفيكيشن بسيط جدا. لو الناتج رقم يبقى ريجريشن، لكن لو الناتج عبارة عن فئة او تصنيف يبقى classification. يعني الكمبيوتر هنا مش بيحسب قيمة، لكن بيحدد الفئة المناسبة. طب خلينا نشوف مثال بنستخدمه كل يوم، الإيميل أو البريد الإلكتروني. كل يوم بيجيلنا عشرات الرسائل، بعض الرسائل مهمة وبعضها رسائل مزعجة أو سبام. والمطلوب هنا إيه بقى من الكمبيوتر؟ يقرر إذا كانت الرسالة دي سبام ولا نوت سبام. طب هو هيعرف إزاي يا عم؟ الكمبيوتر مش بيفهم الرسائل زي الإنسان، لكنه بيتعلم من آلاف الرسائل اللي إحنا بنصنفها له قبل كده. زي ما شفنا في الحلقات اللي فاتت، كل رسالة ليها ليبل، زي ما احنا لما كنا بنقول اكس والواي، والواي هو الليبل. فاحنا بنديله رسائل كتير قبل كده ويكون معاها الليبل بتاعها سواء سبام او نوت سبام، وبندربه بيها. وبعد التدريب يبدأ بقى هو يصنف رسائل جديدة. نفس الفكرة في هندسة القوى الكهربائية. تخيل ان عندنا موتور كهربي والحساسات بتقيس تيار، جهد، حرارة. طب الكمبيوتر هنا ايه فايدته؟ فايدته انه يصنف لي هل الموتور هنا سليم ولا في عطل. وده بناء على الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده، ان احنا هنديله حالات وهو يصنفها. وهنا الناتج مش رقم، لكنه يختار ما بين فئتين، سواء انه هيلسي ولا فولت. وزي ما قلنا طريقة التعلم هي نفسها اللي شفناها في السوبرفايزد ليرنينج. بندي للكمبيوتر داتا سيت، وهي عبارة عن قياسات مثلا للموتور ومعاها الإجابات الصحيحة. هل مع القياسات بتاعة الجهد والتيار والحرارة دي الموتور هنا سليم ولا في عطل؟ ونديله مثلا أكتر من مرة قياسات فيها عطل، وأكتر من مرة قياسات فيها الموتور سليم. وبعد ما يتدرب كويس يبدأ يصنف هو الحالات. ودي بعض الأمثلة على الكلاسيفيكيشن، سواء الفيس ريكوجنيشن اللي في الموبايل، أو السبام ديتكشن الموجود في الإيميل، أو الموتور فولت ديتكشن اللي احنا لسه شارحينه من شوية، أو كواليتي انسبكشن في خطوط الإنتاج أو المصانع. يعني كل مرة الكمبيوتر يختار بين مجموعة فئات فهو غالبا بيستخدم الكلاسيفيكيشن. المهم نفتكر، لو الناتج رقم يبقى ريجريشن، لو الناتج فئة يبقى كلاسيفيكيشن. ودلوقتي بقينا نعرف نفرق ما بين أهم نوعين من السوبرفايزد ليرنينج، وهما الريجريشن والكلاسيفيكيشن. وفي الحلقة الجاية بإذن الله هنجمعهم مع بعض ونعرف امتى نستخدم كل واحد فيهم.